السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا هاي القانصة مال البعوض ومال الحشرات بصورة عامة، مال الدبان. جابوا لنا إياها عاطلة كالعادة، يعني العطل هو بالشمعات، فجدحة بها تشتغل فحصتها مثل ما واضح. اليوم راح نصلحها بطريقة مختلفة إن شاء الله. أنا سبق وأن قدمت فيديو عليها بتحويرها. إذا ما نريد نصلحها يعني تجي نوبات هذا عاطل التشوك أو بالستارترات أو بالشموع سود. هذا هسه التشوك ما بي شي فحصته، الستارترات عاطلة والشموع سود. يعني هنا هسه حتى لو تبدل الستارترات هي ما تشتغل. كنا نعالج بهاي الشغلة بكارت مال مصباح اقتصادي مثل هذا. نربط الطرفين من هنا كأنما نفس التحامل مال المصباح الاقتصادي. وايرين يروح من هنا وايرين يروح من هنا، شمعة واحدة. اليوم إن شاء الله نسوي غير طريقة وإن شاء الله تنجح. هسه راح أشغل أنا شمعة واحدة. ففصلت هذا الواير من هذا الستارتر، فصلته. هو وين جاي الحار؟ هسه بالبداية جاي الحار هذا راح يطب على الفتيلة هنا. هاي الفتيلة يحتاج لها هامات واير يروح للبارد، يعني واير من الفتيلة والثاني يروح للبارد. فأنا ربطت واير هذا على البارد من هاي جوينته، هذا البارد مثل ما واضح. فراح أربطه ويا هذا. الصورة هاي طبعا هذا كله بعدين تيبه. وبالبداية صلح أشغل شمعة واحدة. فالصورة هاي لحد أشغلها. لاحظ الشمعة شوية لمضت وطفت. هسه أني بدأت تشتغل عندي. راح أجيب درنفيز وأسوي جدحة. لاحظ اشتغلت. هذا شغلها مثل ما واضح. واضح الشغل مالتها. هسه إذا أطفيها أني من الدقمة أرجع أشغلها. اشتغلت. تخلص من الجدحة. اشتغلت. إذا ما اشتغلت بعض الأحيان ما تشتغل. فالطريقة شنو اللي حسويها أني على مود أخليها تشتغل. إذا ما اشتغلت هدك أنا قلت راح أجيب سيم من هذا. هاي بيها جدحة لموته. أجيب سيم بهالصورة هاي
واربطه بهالجهة هاي. حاول تربطه بحيث ما يتحرك يعني. وخليه قريب على السيم الثاني بهالصورة هاي. وهسه ابدي اشغلها. اشتغلت مثل الورد. شغلها شوية ضعيف بس يمشي شغل. أتمنى تكونوا استفاديتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.